السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم صوفيا. اليوم إن شاء الله غنحضر الكيك الرولي بدقيق الشعير وزيت الزيتون. كيك صحي. إليكم المقادير وطريقة التحضير. لتحضير الكيك الرولي بدقيق الشعير وزيت الزيتون غنحتاجو 6 حبات بيض متوسطة الحجم بحرارة المطبخ، 120 غرام دقيق شعير منخول أو ما يعادل 12 ملعقة طعام أو ما يعادل كأس شاي وربع، 120 غرام سكر الرطب أو ما يعادل 11 ملعقة طعام أو ما يعادل كأس شاي وربع، 60 مليلتر حليب سائل أو ما يعادل ربع كأس شاي أو ما يعادل 7 ملاعق طعام، 60 مليلتر زيت الزيتون أو ما يعادل 14 ملعقة طعام أو ما يعادل ربع كأس شاي، رشة ملح، ملعقة طعام قشرة الحامض أو الليمون، ملعقة صغيرة خل أبيض، وأحتاج أيضا لقليل أو 3 ملاعق طعام سكر سميد ومربى الليمون أو الحامض. وسأحتاج أيضا للخفاق الكهربائي أو الضراب الكهربائي، وسأحتاج أيضا لصينية الفرن موضوعة فوق منها ورقة الزبدة 36 على 26، وأحتاج أيضا للسكر الرطب لتزيين وجه الكيك. في البداية سأفصل بياض البيض عن الأصفر، بعد ما فصلت صفار البيض عن البياض أخذ صفار البيض وأخفق بالخفاق اليدوي، ثم تنضيف له زيت الزيتون ثم تنظيف قشرة الليمون أو الحامض وأستمر في الخفق. وأضيف الحليب مع الاستمرار في الخلط. بعد ما مزجت جميع العناصر جيدا أترك الخليط جانبا. الآن تناخذ بياض البيض بواسطة الخلاط الكهربائي، قم بخفق بياض البيض مع
إضافة رشة ملح نستمر في الخفق. بعد ذلك أضيف السكر الرطب تدريجيا على دفعات بشكل تدريجي إلى نحصل على خليط كثيف أبيض وكثيف وثقيل القوام. وهكذا تستمر في الخفق بياض البيض إلى أن أحصل مع السكر إلى أن أحصل على خليط ثقيل القوام بهذا الشكل. الآن تناخذ الخليط اللي ترك سابقا أصفار البيض والحليب وزيت الزيتون، تنضيف له دقيق الشعير المنخول شيئا فشيئا بشكل تدريجي، فتنحصل على خليط بهذا الشكل ثقيل القوام. تنضيف له بياض البيض المخفوق وبواسطة سباتولا تنخلط الخليطين حتى تنتهي كمية الخليط الأول. الآن تنضيف الخل الأبيض للخليط وحرك. الآن أصب الخليط على صينية الفرن المغطاة بورق الزبدة، ثم أوزع الخليط على الصينية بشكل متساوي. وتندخل الصينية للفرن متوسط الحرارة على درجة 150 لمدة 20 دقيقة. قبل إخراج الكيك ب3 دقائق من الفرن، قبل إخراج الكيك من الفرن تنحضر طاولة العمل، تنوضع فوق منها ورق الزبدة ونرشها بالسكر السميد أو السنيدة بهذا الشكل. الآن تنخرج الكيك من الفرن، تنوضع الكيك فوق ورقة الزبدة اللي رشيت بالسكر سميد، ثم تنزول الورقة أقوم بتوزيع مربى الحامض أو مربى الليمون على العجين بشكل سريع. الآن تقوم بلف أو الكيك بشكل رولي. بعد ما جمعت الكيك بشكل رولي تنوضعه في الثلاجة ونتركوه في الثلاجة إلى أن يبرد تماما.
وبعد ما برد الكيك الرولي تنزين الوجه بالسكر الثقيل. لأحصل في الأخير على كيك رولي بدقيق الشعير بزيت الزيتون، كيك صحي. نتمنى تجربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم. مع السلامة.